وبياخد أرنولد البنت للمشرحة علشان تشوف أمها، وبيبص سامو موظف المشرحة للبنت اللي بتروح تقعد على السلم وبتطلب منهم إنهم يطفوا البخور. وبتشوف البنت في الغابة وهي مروحة أمها اللي ماتت بتنده عليها، ولما بتقرب منها بيتغير شكل الأم بطريقة مرعبة، وبتبلغ بنتها إنه هيجي علشان ياخد منها حاجة ولازم إنها تديها له. وبتخاف ليندا وبتهرب من المكان. وفي اليوم التاني بيروح الدكتور جونسون وسامو موظف المشرحة للغابة علشان يراقبوا ليندا، واللي أول ما بتشوفهم بتدخل للبيت وبتغطس وشها في جردل المية. وبيدخل جونسون للبيت بس ما بيلاقيش ليندا، وبيلاقي خصلة من شعرها في جردل المية. وبالليل بيشوف أرنولد في البيت آثار رجلين مليانة دم، ولما بيمشي ورا أثر الرجلين بيلاقي ليندا مستخبية تحت السرير وبتقول له انقذني منه لأنه عايز يقتلني. ولما بيسألها أرنولد مين اللي عايز يقتلها بتقول له الراجل اللي معاه أعواد البخور، وبتقول له إنها شافته قبل كده مع أمها وهي صغيرة، ووقتها طلبت منها أمها إنها